حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى وحسين محمد إبراهيم الغربلي بالإعدام شنقا عما أسد إليهما في التهمتين الأولى والثالثة. ثانيا بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهما عما أسد إليه في التهمة الثانية. ثالثا بمصادرة الأدوات المضبوطة محل التهمة الثالثة. رابعا إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. رفعت الجلسة. حكم الإعدام اتحكم على حسين الغربلي بحكم الإعدام، قصاد ما قتلوا بنتي خدت عليهم حكم الإعدام، اتأمن عليهم النهارده حكم الإعدام. جبنا حق مين؟ حق المذيعة شيماء جمال، جبنا حق المذيعة شيماء جمال. الحكومة المحترمة جابت لي حق بنتي اللي قتلوها غد، اللي قتلوها غد تحت الجزمة اهو زي ما قتلوا